هذه ستاربكس أكبر شركة القهوة في العالم. اليوم راهم لحقوا للجزائر في ولاية وهران. تجربة أول مقهى ستاربكس في الجزائر وبالضبط في وهران. خوتي اللي ما سمعش يسمع، ستاربكس حل في وهران. وتلقينا ردا منهم باسم الشركة يقول إن ستاربكس لم تفتتح فرعا لها في وهران بالجزائر. يا ذا الفديحة أم جنادل، يا دي الدلسة أم حنان. سلام لكل سلطان وسلطانة في هذه القناة. اليوم غادي نشوفوا مسلسل الخنشرة الكرغولية وصل عالمية، وهذه المرة الدور جاء على مقهى ستاربكس الأمريكي اللي عنده 16 فرع في العالم كامل، وفي إفريقيا كاين في 3 بلدان فقط اللي هي المغرب، مصر وجنوب إفريقيا. حيت بكل بساطة الشركات الأمريكية ما كتبغيش تستثمر في الدول الغير آمنة واللي ما عندهاش توازن اقتصادي، وما يمكنش تربط علامتها التجارية مع دولة إرهابية. واليوم شركة الكابرانات قرروا انهم يديروا مقهى ستاربكس نسخه طبق الاصل للشركه الام وبلا ما ياخذوا ترخيص من الشركه الام. وشركه ستاربكس العالميه فيما كتبغي تفتح شي فرع ديالها في العالم فهي كدير اعلان في صفحات الفيسبوك وكديروا في جوجل وفي جميع مواقع التواصل الاجتماعي. هذه ستاربكس أكبر شركة القهوة في العالم واللي عندهم 16,000 فرع في كاع الدول. تأسست في 1971 في أمريكا. نجاحهم كان كبير بزاف وبداو يتوسعوا من دولة لدولة. اليوم راهم لحقوا للجزائر في ولاية وهران. على حسب واش راهم يقولوا جا ستاربكس الفرنسي ودار هنا فرع في الجزائر، وقالوا بلي راح يتوسع في عدة ولايات الكبرى تاع الوطن. لا نعرفوا عليهم حاجة كما قلت لكم في الفيديو اللي فات انهم يكتبوا اسماوات الاشخاص غالطين، ودوكا كي راهو في الجزائر نقدروا نجربوا ونتاكدوا بروحنا. قولوا لي رايكم في هذه الخطوه وقولوا لي اسكو تشوفوها استثمار كبير، اسكو تشوفوها حاجه مليحه ماشي مليحه. ما قلتو ستاربكس هذا الكاس ب 100,000، الكاس ب 80,000، فرابوتشينو ب 85,000. معليش، لا انا بروبليمي راه في فرابوتشينو ب 85,000. علاه؟ مقهى ستاربكس مزيف ولكن بالاثمنه ديال ستاربكس الاصلي. تجربة أول مقهى ستاربكس في الجزائر وبالضبط في وهران. سلام لا فامي، جيسبر كو فوز الي بيان. اليوم رانا في ستاربكس اللي فتح جديد في الصديقية قدام سبيطار تاع بوينتي جور. قبل ما نحكيو على القهوة، عندهم ديكوراسيون شابة ستيل تاع ستاربكس اللي معروفة به. واللي الماكلة عندهم لي غاتو والقهوة على النوع، كابوتشينو، فرابوتشينو، ايس كوفي، ايس تي اي دوتر. انا ديت فرابوتشينو نوازات اللي يدير 70,000 واللي كان بنين وتستبن نوازات، وديت ميفين شوكولا اللي يدير 30,000. مليح مي صراحه ما يستاهلش هاد البري، وماذا بينا يديروا ريفيزيون الاسعار تاعهم ويسقموا سيرفي شويه باسكو كانوا تقال بزاف. سينو خدمه بروفيسيونيل وقاعده شابه، نصحكم تزوروهم. شي حاجه اللي ولات متجاوزه في العالم كامل ولات حلم بالنسبه للجزائري، الا ما تحققتش في الحقيقه يحققها بالسرقه. حائرون يفكرون ويتساءلون كيف افتتح فرع لمقاهي ستاربكس في وهران بالجزائر نفسه بألوانه الأخضر والأبيض والديكورات الخشبية والواجهات والنوافذ الزجاجية، وأيضا الأكواب وقائمة المشروبات والحلويات من الكوكيز والبراونيز وغيرها. العاملون والعاملات داخل المقهى يرتدون مريول ستاربكس الأخضر بشعاره المعروف، والمقهى توجهوا إلى المقهى علهم يتذوقون طعم القهوة التي يعرفها بعضهم من زياراتهم للبلدان الأخرى. هنا تشرح مؤثرة تدعى أمنية كيف أنها وجدت المقهى تشبه أي مقهى لستاربكس في العالم بالعلامة التجارية والقهوة نفسها وإعلان. فاتصلنا بالمقهى ذاته في وهران ولكن لم نتلقى ردا، لذلك تواصلنا مع مقر ستاربكس الرئيس في لندن والمسؤول عن أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتلقينا ردا منهم باسم الشركة يقول إن ستاربكس لم تفتتح فرعا لها في وهران بالجزائر. لو باش كيعجبوك فيما كيشفروا شي حاجه كيما بغات تكون، يا من المغرب يا من شي دوله اخرى، كيسرقوها وكينسبوها ليهم هما وكيخرجوا في عينيهم وكيامنوا باللي راه هي، كيكذبوا الكذبه وكيصدقوها شويه وغادي يخرجوا وغادي يقول لك ستاربكس اصله جزائري وخداه امريكي من الجزائر وداه الامريكان وتما دار واحد ما يديروا قصه اسطوره غادي يخلقوها بحال كيف داروا مع الزليج. قال لك الزليج ديالنا وهما ما تخلقوا حتى 62 والزليج عنده 12 قرن. كيكذبوا الكذبه وكيصدقوها وكيخرجوا عينيهم. الشعب راه صعيب بزاف، يقتلك ويمشي في كناستك وكيهضروا بكل ثقه، ماشي زعما متردين، بكل ثقه في النفس. الله يعطينا وجهكم. وهذا الشيء داروا حتى مع ماكدونالد اللي ما وصلوش ليه في الحقيقه كيوصلوا ليه بالسرقه. نزلوا على الماء. جوز اخويا جوز.
ايه راك سميانو لأول مرة افتتاح مطعم ماكدونالدز في الجزائر. جبت بيغ ماك دوك ندوقوه كيف ونمد لكم راي. بون هاوليك البيغ ماك هذا برك يتباع 900,000 فريمون بزاف غالي. الحمد لله ولا العالم كامل عارفهم شنو كيسواو. دولة الكذب لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل لهم، شأنها شأن كوريا الشمالية الشيوعية. دولة غير غادة، ما كيحترموش القانون الدولي، ما كيحشموش على اعراضهم اصلا. انك تسرق شي حاجة ماشي ديالك وتتاجر فيها بلا ما تاخذ الموافقة ديال العلامة التجارية، هذه كتسمى سرقة، والسرقة حرام. المسلسل ما غيوقفش هنا، مازال متواصل في السرقات الجزائرية الكرغولية. اللي شافتو غنو بغات منه. الاخوان ما تنسوش لايك، اشتركوا في القناة وضغطوا على ديك الجرس غير باش يوصلكم الجديد، حتى النوع ديال الفيديوهات كيتعرض للسينيال. فشاركوا الله يخليكم. اصبحتم اضحوكة العالم كما قال الحسن الثاني، ليعلم الجميع وليعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار. تهلاو في راسكم.